السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبارك الله عليكم، نتمنىكم إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نوصل لكم الأجواء في مدينة سيدي بنور. الجو كاين رياح قوية، كاين زباع رملية، كاين حالة الشتاء. الله يجيب شي شبيعة ديال الشتاء، والله يجعل سيدي ربي هو يسقينا من عنده بالمطار وعلى قد على قد نفع. المهم خوتي، جينا اليوم كنتكلموا على مشاكل ديال الجوطية وعلى المستفيدين ديال الجوطية. يعني هاد الجوطية تقريبا كاين فيها واحد الألف ديال النسمة اللي كتعيش فيها، ألف ديال الناس الحريفية اللي كتعيش في هاد الجوطية. اليوم جات واحد العملية ديال الحل البديل، كما عرفت مدينة سيدي بنور. كان الإخلاء ديال أصحاب الجوطية من داخل السوق الأسبوعي. كان جاو واحد الحل مؤقت في جوار الواد، في جوار السوق، حدا السوق. المهم هاد الحل كان سيد العامل هو اللي كيسهر على الحل البديل ديالهم. المهم تقاتل سيد العامل على الحل البديل وجاب الحل البديل، وبناء على الأشخاص اللي كانوا في اللائحة ديال المطلب. اليوم سيدي وصلنا للحقيقة ديال المشروع، وصلنا للحقيقة، وصلنا للفينار ديال الحل البديل. هاد الحل البديل اللي غادي تستافد فيه تقريبا غير 300 وشي 16. هادشي اللي كاين في الكروكي ديال البقع. اليوم كاينين مستفيدين 296 بقعة، على حساب الديميتراج وعلى حساب الكروكي كله، والديميتراج ديالها كله، المتروات ديالها كيما غادي نشرحوا لكم مزيان. اليوم سيدي جا الحل البديل، سالت الاشغال ديال العمران، سالت المشروع. اليوم سيدي كاين واحد القضيه اللي ما دارش لها واحد الدراسه بشكل كافي. هما دوك المستفيدين اللي تبنى عليهم المشروع. هنا فين كاين علامات استفهام. هنا فين كان تبنى المشروع على واحد الفئة كبيرة ديال الفقراء ما كتوفرش فيهم الشروط المادية، تبنى عليهم المشروع ومشى المطلب باش خرج، باش دفع الوزارة الداخلية والجهات الأخرى باش خرج هذا المطلب وباش جا هذا المشروع. بناء على دوك الدراوش اليوم جات سيدي دوك الدراوش جات فيهم 150 مترو. عملية استخلاص ديال هاد 150 متر هي 9 المليون. هي البقعة مزيانة ب9 المليون. وين المشكل الكبير هو ما دارش دراسة لهاد الناس، واش كتوفر فيهم الشروط المادية ولا لا. كاين الناس اللي عندو غير 60,000، كاين اللي عندو 5000 درهم، كاين اللي عندو حتى لجوج المليون، كاين اللي عندو تا 4 الملايين. غيخلص بقعة ب9 المليون ما عندوش. وعلى حساب الدفتر، داك الدفتر ديال العمران، القانون الاساسي ديالهم، اشنو كيقولوا في القانون الاساسي ديالهم؟ كيقول لك اسيدي ملي تخلص البقعه كيعطوك 12 شهر. الا ما بنيتيهاش غادي يحيدوا لك البقعه. الا ما بنيتيهاش في هذا الوقت المده كامله غادي يحيدوا لك البقعه، وغاديين يردوا لك فلوسك ويحيدوا لك 5%. هنا ما نهضروش على العمران، وحنا باقيين ما وصلناش للعمران. كنهضروا على الاشخاص اللي ما كتوفرش فيهم الشروط الماديه. علاش؟ كانت بعض الوسطاء اللي كيوصلوا على الناس اللي كيتاجروا في الجوطيه. ما مشاش الحقيقه وما مشاش الوضوح للناس المسؤولين. هنا كان هنا المسؤولين يديروا واحد الدوره استطلاعيه على هاد الناس اللي طالعين مثلا في السيستيم او مشاو في اللائحه اللي مشات لوزاره الداخليه باش خرج بها المطلب. كان يخرجوا هاد الناس ويشوفوا واش كتوفر فيهم الشروط الماديه ولا لا، واش عنده 9 المليون يقدر يخلصها ولا لا. هنا فين كاين عده مشاكل. علاش؟ حيت المشروع كان يديروا فيه الشطر الاول والشطر الثاني والشطر الثالث باش كلشي هاد الناس يمشي يستافدوا، باش كل الجوطيات تمشي مجموعه لواحد البلاصه. كما قال سيد العامل، قالك بغينا نأطروكم وبغينا نحطوكم في واحد السوق اللي يكون هو سوق وطني.
اي يا سيدي مرحبا، ما كاين مشكل. واني ما كتاملش الدراسة وما تشكلش واحد اللجنة تكون مختلطة بين المجتمع المدني والسلطة المحلية والسلطة الإقليمية باش تخرج حصاد الناس واش كتوفر فيه 9 المليون ولا لا. هنا وصلنا للفينار ديال هذا المشروع. اليوم خلصت 45 كما قالوا هما الأرقام اللي عندهم، وصلت 45 واحد اللي مخلصة خوتي، مخلصة البقعة ناضية 45 واحد. وين كاينة فيها بعض النقاط، كاينة فيها تا عملية تحويل. يقسم بالله العلي العظيم إلا كاينة فيها عملية تحويل هذاك الرقم اللي عندهم. كاين الناس اللي حولوا البقعة ديالهم لوحدين اخرين عندهم فلوس مقابل كذا وكذا. المهم كاين المشاكل، كاين المشاكل. هما كاين المنع لمدة 5 سنوات ما تبيعش البقعة ديالك، بين ما هزت اليد الدولة على الأرض. ملي كتهز يدها الدولة على الأرض عاد هاديك الساعة كيخرج لك التيتار وعندك الحق تقدر تبيع البقعة. المهم حنا ما غنبداوش نخربقوا في هاد الحوايج، حنا عارفينهم. هنا كاين اسيدي 45 واحد اللي خلصات، وكاين الناس اللي دافعين 2 دفعات ومبقاش عندهم فلوس. علاش؟ حيت ما دارش الدراسه بشكل كافي واش كتوفر فيهم فلوس ولا لا. كاين الناس اللي كتبيع وتشري 100,000، كاين اللي 2، كاين اللي 3 المليون، كاين اللي تا 6 الملايين عنده. هذا هو راس المال ديالو، هذا حدو هنايا. بداو خلصوا الناس. كاين اللي خلص 2 بقعات، كاين اللي خلص 2 دفعات، كاين اللي خلص دفعة، كاين اللي خلص ديك 45 واحد اللي ذكروا همايا مخلصين فيها بعض الناس. هنا كاين مشاكل بزاف اخوتي. علاش المشروع غيتعطر على حساب داك الدفتر ديال العمران والقانون الاساسي ديالهم وداكشي. يعني المشروع غيتعطر بزاف، وباقيين اجراءات اخرى، باقي الرخص، باقي المهندس، باقي البناء، باقي بزاف د الحوايج اخوتي، باقي الضوء، باقي الماء. يعني هاد الناس راه ما كتوفرش فيهم هاد الشروط عباد الله، راه ما كتوفرش فيهم هاد الشروط. واش نتوما بنيتو على 10 الاشخاص ولا 15 واحد ولا 16 بغيتو تنجحوا بهم المشروع؟ راه لا يعقل، لا يعقل. علاش ما خرجتوا لارض الواقع ودرتوا احصاء لهاد الناس واش كتوفر فيهم الشروط ولا لا؟ المهم خوتي تبارك الله عليكم، احنا ان شاء الله ما غاديش نتازلوا على حقنا، وما غاديش نضيعوا حقنا اللي عطاه لينا جلالة الملك واللي عطاتو لينا الدولة. حقنا اللي عطاتو لينا الدولة، والدولة ما كتلوحش ولادها. الدولة باغا تحارب الفقر ماشي تزيد فيه. نتوما باغيين تزيدوا في الفقر، باغيين تزيدوا في الفقر، باغيين توركوا على الناس، باغيين بزاف د الحوايج باش تقضوا المصالح ديالكم وتزيدوا تخرجوا. ما كاينه حتى شي حاجه. المهم حنا ما غاديش نسكتوا على حقنا اللي عاطي لينا صاحب الجلاله. وباش خرج لكم هذاك المشروع خرج تحت ظاهر شريف ملكي. باش خرج هذاك المشروع خرج لهاد الدراوش، خرج لهاد الدراوش بناء على ديك اللائحه ديال الفقراء اللي مشات، بناء على اللائحه ديال الفقراء اللي دعمت لكم الميل باش المطلب، باش خرج هذاك المطلب وبساعدتكم وزارة الداخلية وتحت داير الشريف الملكي. المهم حقنا اليوم راه حنا ما غاديش نسمحوا فيه. كما كان الحال غنبقاو ندافعوا على حقنا حتى تعطونا حقنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.